اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده رز بلبن. انا هنا كنت مسوية كوباية الا ربع من الرز، معايا كيلو ونص من الحليب زي ما انتوا شايفين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كوباية بقى من السكر، السكر على حسب رغبتك طبعا. انا هنا مبحتاجش غير كوباية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بقى ما اللبن يغلي معايا بالرز، هنزل ب كوباية من لبن الميديو، وحط عليها نشا، وحط عليها كريم شانتيه عشان يديني الوش بتاع المحلات. لازم اسيب اللبن يغلي في الرز، وانزل عليها بالكريم شانتيه واللبن الميديو والنشا، كل الثلاث مكونات مع بعض. الفانيليا بنزل بيها في الاخر علشان تفضل الريحة موجودة. بعد ما الرز بتاعي يتقل بنزل بالفانيليا. تمام. ما بخلوهوش هنا لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، لان هو كده حتى لو نزل خفيف النشا بيربطه. تمام. انا كنت عاملاه قبل كده بالمانجا، كان طعمه جميل. انا كده بدوب المكونات بتاعتي مع بعض وهنزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كنت ضفت المكونات بتاعتي على الرز بلبن بتاعي. انا النهارده هعمله ساده لان الموجودين عندي النهارده مش عايزين عليه مكسرات، عايزينه ساده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يتقل معايا. تمام. هبتدي بقى ان انا احضر الكاسات بتاعتي او البولات بتاعتي علشان احطه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. السكر بقى على حسب رغبتك انتي، احنا هنا ما بنحبوش مسكر قوي، فاعمليه على حسب ما انتي عايزة. على فكرة الشتا محتاج الحاجات ديت، هو بيبقى ساقع بس والله بيديكي طاقة ايجابية، انك بتفتحي التلاجة تلاقي اي حاجة حلوة تاكليها يعني. يا سلام بقى، انا بحب اكله سخن عشان الدفع. لو بتحبوه زيي قولولي وعلقولي. تمام. انا كده كنت حطيته في البلاد بتاعتي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم متنسوش لايك وشير وكومنت حلو كده من قلبكم، واشوف وشكم بخير.